في لحظات تحولت سماء الشرق الأوسط إلى ساحة حرب. صواريخ باليستية، طائرات مسيرة، وضربات مفاجئة قادرة على تغيير ميزان القوة خلال دقائق. بعض الدول فوجئت بالهجوم، وبعض أنظمة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض الصواريخ. لكن السؤال الأهم الآن: ماذا لو تعرضت مصر لهجوم مشابه؟ هل تمتلك مصر منظومة قادرة على مواجهة حرب الصواريخ الحديثة؟ الحقيقة أن مصر تمتلك واحدة من أعقد شبكات الدفاع الجوي في العالم، شبكة لا تعتمد على مصدر واحد للسلاح، بل تجمع بين مدارس عسكرية مختلفة، تكنولوجيا أمريكية، ومنظومات روسية، وأنظمة أوروبية، وتقنيات صينية. كل ذلك يعمل داخل منظومة دفاعية مصرية واحدة، منظومة مصممة لتتعامل مع الطائرات والصواريخ والمسيرات وأحدث تهديدات الحروب الحديثة. فكيف بنيت هذه الشبكة؟ ولماذا يعتبرها خبراء عسكريون واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تعقيداً في الشرق الأوسط؟ هذا ما سنكشفه في هذه الحلقة. إذا نظرنا إلى طبيعة الحروب قبل 100 عام، سنجد أن المعارك كانت تحسم غالباً على الأرض. جيوش تتقدم، دبابات تتحرك، وجنود يسيطرون على المدن والحدود. لكن مع تطور التكنولوجيا تغيرت قواعد الحرب بالكامل. اليوم لم تعد المعركة تبدأ على الأرض، بل تبدأ في السماء. في الحروب الحديثة، الهجوم الأول غالباً لا يأتي من دبابة ولا من جندي، بل يأتي من صاروخ قد ينطلق من مئات وأحياناً آلاف الكيلومترات، وخلال دقائق فقط يمكنه أن يصل إلى هدفه. وهنا ظهر نوع جديد من الأسلحة غير شكل الحروب بالكامل: الصواريخ الباليستية. هذه الصواريخ قادرة على الطيران بسرعات هائلة، وتسقط على أهدافها بقوة تدميرية كبيرة. لكن الصواريخ الباليستية ليست التهديد الوحيد. هناك أيضاً صواريخ الكروز، وهي صواريخ تطير على ارتفاعات منخفضة جداً، وتستطيع المناورة أثناء الطيران، وهذا يجعل اكتشافها واعتراضها مهمة صعبة للغاية. ثم جاءت الطائرات الشبح، طائرات صممت خصيصاً لتكون شبه غير مرئية للرادارات، وهو ما يعني أن الطائرة قد تقترب من هدفها قبل أن يتم اكتشافها أصلاً. لكن أخطر ما ظهر في السنوات الأخيرة هو الطائرات المسيرة. المسيرات غيرت قواعد الحرب بشكل كبير، لأنها رخيصة وسهلة التصنيع، ويمكن إطلاق أعداد كبيرة منها في نفس الوقت. بعض هذه المسيرات يمكن أن يحمل متفجرات ويتحول إلى سلاح انتحاري، والبعض الآخر يستخدم للاستطلاع وتحديد الأهداف بدقة. وهكذا لم تعد السماء مليئة بالطائرات فقط، بل أصبحت مليئة أيضاً بالصواريخ والمسيرات وأنواع جديدة من التهديدات الجوية. ولهذا السبب أصبح الدفاع الجوي هو خط الدفاع الأول لأي دولة. فالدولة التي لا تستطيع حماية سمائها لن تستطيع حماية منشآتها العسكرية، ولا مطاراتها، ولا محطاتها الكهربائية، ولا حتى مدنها. ولهذا نرى أن الجيوش الحديثة تستثمر مليارات الدولارات في تطوير أنظمة الدفاع الجوي، والأحداث الأخيرة في المنطقة أعطت مثالاً واضحاً على ذلك. فالضربات الصاروخية التي شهدها الشرق الأوسط مؤخراً أظهرت بوضوح أن الهجوم الجوي أصبح السلاح الأول في أي مواجهة. وخلال دقائق فقط يمكن لصواريخ أو مسيرات أن تضرب قواعد عسكرية أو منشآت حيوية أو بنية تحتية كاملة. وهنا يظهر السؤال الحقيقي: من يستطيع إيقاف هذه الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها؟ الإجابة ببساطة: الدفاع الجوي. ولهذا يقول الخبراء العسكريون جملة مهمة جداً: الدولة التي لا تمتلك دفاعاً جوياً قوياً تصبح سماؤها مفتوحة لأي هجوم. ومن هنا تبدأ القصة. قصة كيف بنت مصر واحدة من أكثر شبكات الدفاع الجوي تعقيداً في المنطقة. عندما نتحدث عن قوة أي نظام دفاع جوي في العالم، فإن أول سؤال يطرح دائماً هو: من أين جاءت هذه المنظومات؟ بعض الدول تعتمد بالكامل على مصدر واحد للسلاح،
دولة تشتري كل أنظمتها من الولايات المتحدة، أخرى تعتمد على روسيا، وأخرى على أوروبا أو الصين. لكن المشكلة في هذا الأسلوب أن الاعتماد على مصدر واحد يجعل الجيش كله مرتبطاً بتكنولوجيا واحدة وبفلسفة عسكرية واحدة، وهذا قد يكون خطراً في أوقات الأزمات. فلو حدث خلاف سياسي، أو توقفت قطع الغيار، أو تم فرض قيود على التسليح، قد تجد الدولة نفسها فجأة أمام منظومة دفاعية لا تستطيع تطويرها أو حتى تشغيلها بكفاءة. ولهذا السبب اختارت مصر طريقاً مختلفاً تماماً. بدلاً من الاعتماد على دولة واحدة، بنت مصر شبكة دفاع جوي تعتمد على تعدد المصادر، شبكة تجمع بين الشرق والغرب، وبين مدارس عسكرية مختلفة تماماً. وهذا ما يجعل المنظومة المصرية فريدة من نوعها. فداخل شبكة الدفاع الجوي المصرية تعمل أنظمة روسية، وأخرى أمريكية، وأخرى أوروبية، بالإضافة إلى تقنيات صينية متقدمة. كل هذه الأنظمة لا تعمل بشكل منفصل، بل تعمل داخل منظومة قيادة وسيطرة مصرية واحدة. لنبدأ أولاً بالمدرسة الروسية. روسيا تعد واحدة من أقوى الدول في العالم في مجال الدفاع الجوي، ولهذا تعتمد مصر على عدة منظومات روسية متطورة. من أهمها منظومة S-300 VMNT 2500، وهي واحدة من أقوى أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى في العالم. هذه المنظومة صممت أساساً لاعتراض الأهداف الخطيرة مثل الصواريخ البالستية والطائرات المقاتلة وصواريخ الكروز، وتمتاز بقدرتها على التعامل مع أهداف متعددة في نفس الوقت وعلى مسافات كبيرة. إلى جانب ذلك، تستخدم مصر أيضاً منظومات بوك الروسية، وهي منظومة دفاع جوي متوسطة المدى تعرف بقدرتها العالية على التعامل مع الطائرات وصواريخ الكروز. أما الطبقة الأقرب من الدفاع الجوي فتعتمد على منظومات مثل TOR، وهي منظومة مصممة لاعتراض الأهداف الصغيرة والسريعة مثل المسيرات والصواريخ الموجهة. وبهذا الشكل تكون المنظومات الروسية جزءاً مهماً من شبكة الدفاع الجوي المصرية. لكن روسيا ليست المصدر الوحيد، فداخل نفس الشبكة توجد أيضاً أنظمة أمريكية، ومن أبرزها منظومة هاك. هذه المنظومة دخلت الخدمة منذ سنوات طويلة، لكنها خضعت لعمليات تطوير وتحديث عديدة، وما زالت تستخدم في العديد من الجيوش حول العالم بفضل دقتها وقدرتها على التعامل مع الطائرات وصواريخ الكروز. إلى جانب ذلك، تعتمد مصر على أنظمة رادار أمريكية متقدمة. هذه الرادارات تلعب دوراً مهماً في اكتشاف الأهداف الجوية وتتبعها على مسافات بعيدة. كما تدخل التكنولوجيا الأمريكية في بعض أنظمة القيادة والسيطرة التي تربط بين وحدات الدفاع الجوي المختلفة. ثم تأتي المدرسة الأوروبية. أوروبا تمتلك خبرة كبيرة في مجال الرادارات وأنظمة الإنذار المبكر، ولهذا تستخدم مصر أنظمة رادارية متطورة ذات تقنيات فرنسية وأوروبية. هذه الرادارات تتميز بقدرتها على كشف الأهداف الجوية بدقة عالية حتى في ظروف التشويش الإلكتروني. كما تستخدم مصر تقنيات متقدمة في مجال الحرب الإلكترونية، وهذه التقنيات لا تكتفي فقط باكتشاف العدو، بل يمكنها أيضاً التشويش على صواريخه أو تعطيل أنظمة التوجيه الخاصة بها. وأخيراً، هناك التكنولوجيا الصينية. الصين في السنوات الأخيرة أصبحت لاعباً مهماً في مجال الدفاع الجوي، وقد طورت أنظمة رادارية ومنظومات صاروخية بعيدة المدى تتميز بقدرات تقنية متقدمة. هذه الأنظمة توفر طبقة إضافية داخل شبكة الدفاع الجوي المصرية، وتزيد من تنوع مصادر التسليح. والنتيجة في النهاية أن مصر تمتلك شبكة دفاع جوي لا تعتمد على تكنولوجيا واحدة ولا على فلسفة عسكرية واحدة، بل شبكة تجمع بين خبرات الشرق والغرب داخل منظومة مصرية موحدة.
وهذا التنوع في المصادر لا يمنح مصر فقط قوة إضافية، بل يمنحها أيضاً ميزة استراتيجية مهمة، وهي أن أي خصم محتمل سيجد نفسه أمام منظومة دفاعية معقدة يصعب التنبؤ بكيفية عملها. ومن هنا يأتي السؤال الأهم: كيف تستطيع مصر تشغيل كل هذه الأنظمة المختلفة داخل شبكة دفاع جوي واحدة؟ عندما يتحدث الناس عن قوة أي جيش، غالباً ما ينظرون إلى نوعية الأسلحة. كم عدد الطائرات؟ كم عدد الصواريخ؟ وما هي المنظومات التي يمتلكها؟ لكن الحقيقة العسكرية تقول شيئاً مختلفاً. القوة الحقيقية لا تكمن في السلاح وحده، بل في طريقة إدارة هذا السلاح. فقد تمتلك دولة عشرات الأنظمة المتطورة، لكنها تعمل بشكل منفصل ولا تتواصل مع بعضها البعض، وفي هذه الحالة تفقد هذه الأنظمة جزءاً كبيراً من قوتها. أما في حالة مصر فالقصة مختلفة تماماً. السر الحقيقي في قوة الدفاع الجوي المصري ليس فقط في تنوع منظوماته، بل في القدرة على دمج كل هذه المنظومات المختلفة داخل شبكة واحدة موحدة، شبكة قيادة وسيطرة قادرة على ربط الرادارات، بطاريات الصواريخ، مراكز القيادة، وأنظمة الإنذار المبكر في منظومة واحدة تعمل في نفس اللحظة. في العلوم العسكرية يطلق على هذا النوع من المنظومات اسم Integrated Air Defense System، أي منظومة الدفاع الجوي المتكاملة. فكرة هذه المنظومة بسيطة في ظاهرها، لكنها معقدة جدا في التنفيذ، لأنها تعتمد على ربط عدد كبير من الأنظمة المختلفة بسرعة ودقة عالية جدا. فعندما يظهر هدف معاد في السماء، تبدأ سلسلة من العمليات تحدث خلال ثوان قليلة. أول خطوة تبدأ دائما بالرادارات. الرادار هو العين التي ترى ما يحدث في السماء. بمجرد دخول أي هدف إلى مدى الرادار، سواء كان طائرة أو صاروخاً أو حتى طائرة مسيرة صغيرة، يقوم الرادار باكتشافه فوراً. لكن الاكتشاف وحده لا يكفي، فهناك سؤال مهم يجب الإجابة عنه: هل هذا الهدف صديق أم عدو؟ ولهذا يتم إرسال المعلومات فوراً إلى مركز القيادة، وهنا تبدأ المرحلة الثانية. في مركز القيادة تقوم أنظمة الكمبيوتر بتحليل البيانات القادمة من الرادارات: سرعة الهدف، ارتفاعه، اتجاهه، نوعه المحتمل. كل هذه المعلومات يتم تحليلها خلال لحظات، وبناء على هذه البيانات يتم تحديد مستوى التهديد. هل الهدف طائرة استطلاع، أم طائرة مقاتلة، أم صاروخ كروز، أم صاروخ باليستي؟ بعد تحديد طبيعة الهدف تأتي الخطوة الثالثة: اختيار أفضل منظومة اعتراض. لأن كل نظام دفاع جوي مصمم للتعامل مع نوع معين من الأهداف. بعض الأنظمة مناسبة لاعتراض الطائرات على مسافات بعيدة، بعضها الآخر مناسب لاعتراض الصواريخ الباليستية، وبعضها مصمم خصيصاً للتعامل مع المسيرات والأهداف الصغيرة. ولهذا تقوم شبكة القيادة باختيار البطارية الأقرب والأكثر قدرة على التعامل مع الهدف. ثم تأتي الخطوة الأخيرة: إطلاق الصاروخ الاعتراضي. تنطلق الصواريخ من البطارية المختارة وتتجه بسرعة نحو الهدف. وفي كثير من الحالات تقوم الرادارات بتوجيه الصاروخ أثناء طيرانه حتى يصيب الهدف بدقة. كل هذه العملية من لحظة اكتشاف الهدف حتى لحظة إطلاق الصاروخ قد لا تستغرق سوى ثوان قليلة. وهذا هو السبب الحقيقي وراء قوة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة. فالأمر لم يعد مجرد إطلاق صاروخ نحو السماء، بل شبكة معقدة من الرادارات وأجهزة الكمبيوتر ومراكز القيادة تعمل معاً كأنها عقل واحد. وفي حالة مصر، هذه الشبكة لا تربط منظومة واحدة فقط، بل تربط منظومات أمريكية وروسية وأوروبية وصينية داخل منظومة قيادة مصرية واحدة. وهذا ما يجعل شبكة الدفاع الجوي المصرية واحدة من أكثر الشبكات تعقيداً في المنطقة. لكن يبقى سؤال مهم: كيف يمكن اختبار قوة هذه المنظومات في الواقع؟
الإجابة قد نجدها في الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط مؤخراً، عندما امتلأت السماء بالصواريخ والمسيرات. لفهم أهمية أنظمة الدفاع الجوي، يكفي أن ننظر إلى ما حدث في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. فالشرق الأوسط أصبح واحداً من أكثر مناطق العالم استخداماً للصواريخ والمسيرات في الصراعات العسكرية. وخلال بعض الهجمات التي شهدتها المنطقة، رأينا كيف يمكن لهجوم جوي واحد أن يربك حتى الأنظمة الدفاعية المتطورة. بعض هذه الهجمات اعتمد على تكتيك بسيط لكنه فعال جداً، وهو ما يعرف في العلوم العسكرية باسم الهجوم المشبع، أي إطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات في نفس الوقت. الفكرة هنا ليست أن يكون السلاح الأقوى، بل أن يكون الأكثر عدداً. فعندما تنطلق عشرات الصواريخ ومعها عشرات المسيرات وفي نفس اللحظة، تصبح مهمة الدفاع الجوي أكثر تعقيداً، لأن كل صاروخ دفاعي يطلق لاعتراض هدف واحد، بينما الهجوم قد يتضمن عشرات الأهداف في وقت واحد. وفي بعض الحالات يتم إطلاق الصواريخ من اتجاهات مختلفة في نفس الوقت. صواريخ تأتي من الشمال، وأخرى من الجنوب، وأخرى من البحر. وفي نفس اللحظة تدخل المسيرات على ارتفاعات منخفضة جداً. هذه الطريقة في الهجوم تهدف إلى شيء واحد: إرباك أنظمة الدفاع الجوي. فكل نظام دفاعي لديه قدرة محدودة على التعامل مع عدد معين من الأهداف في نفس الوقت، ولهذا تحاول بعض الجيوش استخدام التشبع الصاروخي لإجبار الدفاعات الجوية على استهلاك صواريخها بسرعة. لكن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين نظام دفاع جوي بسيط ونظام دفاع جوي متكامل. الأنظمة البسيطة تعتمد غالباً على طبقة دفاعية واحدة أو منظومة رئيسية واحدة، أما الأنظمة المتقدمة فتعتمد على ما يسمى الدفاع الجوي متعدد الطبقات، وهذا هو الأسلوب الذي تعتمد عليه مصر. فشبكة الدفاع الجوي المصرية ليست مجرد منظومة واحدة، بل مجموعة طبقات دفاعية تعمل فوق بعضها البعض. الطبقة الأولى هي الدفاع بعيد المدى، وهذه الطبقة مسؤولة عن التعامل مع الأهداف قبل أن تقترب من المجال الجوي للدولة، أي أنها تحاول اعتراض الصواريخ أو الطائرات على مسافات بعيدة جداً. إذا نجح الاعتراض هنا، فإن الخطر ينتهي قبل أن يصل إلى الداخل. لكن إذا تمكن الهدف من اختراق هذه الطبقة، تدخل الطبقة الثانية، وهي الدفاع الجوي متوسط المدى. هذه الطبقة تعمل داخل المجال الجوي للدولة، وتتعامل مع الأهداف التي اقتربت أكثر، وهي مصممة لاعتراض الطائرات وصواريخ الكروز وبعض أنواع الصواريخ الأخرى. أما إذا تمكن الهدف من تجاوز هذه الطبقة أيضاً، فهنا تأتي الطبقة الثالثة، وهي الدفاع الجوي قصير المدى. هذه الطبقة تعتبر خط الدفاع الأخير، وتشمل أنظمة سريعة الاستجابة مصممة للتعامل مع الأهداف القريبة جداً، مثل المسيرات أو الصواريخ التي تمكنت من الاقتراب من أهدافها. وبهذا الشكل، إذا حاول أي هجوم جوي اختراق المجال الجوي المصري، فلن يواجه منظومة واحدة فقط، بل سيواجه عدة طبقات من الدفاع، كل طبقة تحاول إيقافه قبل أن يصل إلى المرحلة التالية. وهذا يعني أن الصاروخ أو الطائرة المعادية لكي تصل إلى هدفها، عليها أولاً أن تمر عبر طبقة الدفاع البعيد، ثم المتوسط، ثم القصير. وفي كل مرحلة هناك فرصة جديدة لاعتراضها. ولهذا السبب يقول كثير من الخبراء العسكريين إن اختراق المجال الجوي لدولة تمتلك دفاعاً جوياً متعدد طبقات يعد من أصعب العمليات العسكرية. وفي حالة مصر، فإن هذا النظام لا يعتمد فقط على تعدد الطبقات، بل يعتمد أيضاً على تعدد المصادر والتكنولوجيا، وهو ما يجعل شبكة الدفاع الجوي المصرية واحدة من أكثر الشبكات تعقيداً في الشرق الأوسط. لكن يبقى سؤال مهم: إذا كان الدفاع الجوي المصري بهذه القوة، فلماذا يعتبره بعض الخبراء العسكريين واحداً من أكثر الأنظمة إرباكاً لأي خصم محتمل؟ بعد أن فهمنا كيف تعمل شبكة الدفاع الجوي المصرية، يبقى سؤال مهم:
لماذا يعتبر بعض الخبراء العسكريين أن هذا التنوع في التسليح المصري يمثل مشكلة حقيقية لأي خصم محتمل؟ الإجابة في الحقيقة بسيطة، لكن تأثيرها كبير جداً، لأن العدو ببساطة لا يعرف كيف سيواجه هذه الشبكة. في الحروب الحديثة، كل سلاح يتم تصميمه وهو يفكر في سلاح آخر، بمعنى أن كل مدرسة عسكرية في العالم تطور أسلحتها وهي تتوقع نوع العدو الذي ستواجهه. لنأخذ مثالاً بسيطاً، الطائرات المقاتلة الأمريكية الحديثة تم تصميم كثير منها أساساً لمواجهة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ولهذا نجد أن هذه الطائرات تعتمد على تقنيات مثل التخفي الراداري والحرب الإلكترونية والصواريخ بعيدة المدى. كل هذه التقنيات صممت لتقليل قدرة الرادارات الروسية على اكتشاف الطائرة ولزيادة فرصها في اختراق الدفاعات الجوية. وفي المقابل، الأنظمة الروسية للدفاع الجوي تم تطويرها وهي تفكر في شيء واحد: كيف يمكن إسقاط طائرات الناتو؟ ولهذا ركزت روسيا في منظوماتها الدفاعية على رادارات قوية جداً، وقدرة على تتبع عدد كبير من الأهداف، وصواريخ سريعة قادرة على اعتراض الطائرات حتى على مسافات بعيدة. أي أن كل طرف يطور أسلحته وهو يفكر في الطرف الآخر تحديداً. لكن هنا تظهر الحالة المصرية. مصر لا تعتمد على مدرسة عسكرية واحدة، ولا تستخدم تكنولوجيا قادمة من مصدر واحد، بل تمزج بين عدة مدارس عسكرية مختلفة داخل شبكة الدفاع الجوي المصرية. يمكن أن تعمل منظومة روسية إلى جانب منظومة أمريكية ورادار أوروبي وتقنيات صينية، وهذا يخلق معادلة غير مألوفة لأي خصم. فالطائرة التي صممت لتفادي رادار معين قد تجد نفسها أمام رادار مختلف تماماً، والصاروخ الذي تم تطويره للتعامل مع نظام دفاع جوي محدد قد يواجه منظومة أخرى تعمل بطريقة مختلفة. بمعنى آخر، الخصم لا يستطيع أن يبني خطة هجومه اعتماداً على معرفة نظام واحد فقط، بل يجب أن يتعامل مع شبكة تجمع بين تقنيات متعددة وطرق تشغيل مختلفة، وهذا يزيد من مستوى التعقيد بشكل كبير. بل إن بعض الخبراء العسكريين يرون أن تعدد المصادر قد يكون أحياناً ميزة تكتيكية، لأنه يجعل عملية تحليل الدفاعات الجوية أصعب بكثير. فالعدو عندما يخطط لهجوم جوي يحاول دائماً دراسة نظام الدفاع الجوي الذي سيواجهه. ما نوع الرادارات؟ ما مدى الصواريخ؟ كيف تعمل شبكة القيادة؟ لكن عندما تكون المنظومة خليطاً من عدة تكنولوجيات مختلفة، تصبح الصورة أقل وضوحاً، وهذا يمنح الدولة التي تمتلك هذا التنوع ميزة مهمة في الحرب: ميزة الغموض العسكري. فالخصم لا يعرف بدقة كيف ستتصرف المنظومة في مواجهة الهجوم، ولا يعرف أي طبقة دفاعية سيواجه أولاً، ولا أي رادار سيكتشفه، ولا أي صاروخ سيتم إطلاقه نحوه. وهذا يجعل أي عملية اختراق مليئة بالمفاجآت. وفي عالم الحروب الحديثة، المفاجأة قد تكون أحياناً أقوى من السلاح نفسه. ولهذا السبب، فإن التنوع في منظومة الدفاع الجوي المصرية لا يمنحها فقط قوة إضافية، بل يمنحها أيضاً ميزة استراتيجية مهمة، ميزة تجعل أي خصم محتمل يفكر كثيراً قبل أن يحاول اختبار سماء مصر. في عالم الحروب الحديثة، لم تعد القوة العسكرية تقاس فقط بعدد الطائرات، ولا بعدد الدبابات، ولا حتى بعدد الجنود. التاريخ العسكري نفسه تغير. في الماضي، كانت الجيوش تنتصر عندما تسيطر على الأرض، أما اليوم فالسيطرة تبدأ أولاً من السماء. الدولة التي تسيطر على سمائها تحمي مطاراتها وقواعدها العسكرية ومدنها وبنيتها التحتية. أما الدولة التي تفقد السيطرة على سمائها، فإن كل شيء فيها يصبح معرضاً للخطر. ولهذا السبب،
أصبحت أنظمة الدفاع الجوي اليوم واحدة من أهم ركائز الأمن القومي لأي دولة، ومصر كانت من أوائل الدول في المنطقة التي أدركت هذه الحقيقة، خاصة بعد التجارب العسكرية التي مرت بها في تاريخها الحديث، والتي أثبتت أن حماية السماء ليست رفاهية عسكرية، بل ضرورة استراتيجية. ولهذا، خلال العقود الأخيرة، استثمرت مصر بشكل كبير في بناء شبكة دفاع جوي معقدة ومتطورة، شبكة لم تعتمد على مصدر واحد للسلاح، ولم تعتمد على مدرسة عسكرية واحدة، بل جمعت بين التكنولوجيا القادمة من الشرق والتكنولوجيا القادمة من الغرب، منظومات روسية إلى جانب تقنيات أمريكية ورادارات أوروبية وتكنولوجيا صينية متقدمة. كل ذلك لم يعمل بشكل منفصل، بل تم دمجه داخل منظومة قيادة وسيطرة مصرية واحدة، منظومة قادرة على ربط كل هذه الأنظمة المختلفة وجعلها تعمل كأنها عقل واحد. وهذا ما جعل شبكة الدفاع الجوي المصرية واحدة من أكثر الشبكات تعقيداً في الشرق الأوسط، شبكة متعددة الطبقات، متعددة المصادر، ومتصلة بشبكة قيادة قادرة على اتخاذ القرار خلال ثوان. وفي زمن أصبحت فيه الحروب تعتمد بشكل متزايد على الصواريخ والمسيرات والضربات الجوية المفاجئة، أصبحت القدرة على حماية السماء هي خط الدفاع الأول لأي دولة. ولهذا، فإن السؤال الحقيقي لم يعد فقط كم طائرة تمتلك الدولة، بل أصبح السؤال الأهم: هل تستطيع هذه الدولة أن تحمي سماءها؟ وفي حالة مصر، فإن الإجابة تكمن في هذه الشبكة المعقدة من الدفاعات الجوية التي تم بناؤها عبر سنوات طويلة من التطوير والتحديث. لكن يبقى السؤال مفتوحاً: في رأيك، هل يمكن لأي قوة في المنطقة أن تنجح في اختراق شبكة الدفاع الجوي المصرية؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد من نور الدين الوثائقية.